يا حلاوة الكيكة، يا حلاوة الكيكة، يا حلاوة الكيكة، يا حلاوة الكيكة. خدوا عايزة سويت. عايزة كاكاو نسكويك؟ ماشي خلاص، بكرة. خدوا عايزة سويت. كل شوية عايزة كاكاو نسكويك، عايزة كاكاو نسكويك. قلت هعملهولك. حاضر. يلا امشي. في ايه؟ عايزة ايه؟ لا مش عايزة اعملك الدنيا ساعة. بقى انت كل شوية نسكويك. انا عايزة كاكاو سويت. عايزة كاكاو؟ خلاص تعالى يلا نشوف هنعمل الطريقة ازاي من غير ما نشتريه. يلا بينا نشوف الطريقة. استنونا. كوكينا أكلتك علينا. السلام عليكم، معاكم إيمان مجدي من قناة كوكينا. تعالوا نشوف بقى عملنا بديل لبودرة النسكويك ازاي بطريقة سهلة وبسيطة. بس قبل ما نبدأ في الطريقة كالعادة يلا نصلي على النبي ويلا نرجع بالزمن إلى الوراء عشان نشوف الطريقة. أول مكون معانا وهو اللبن البودر أو المجفف. ممكن تجيبوا نيدو أو مثلا اللي هو بيتباع سايب من عند العطار أو فتح الله. طبعا كل ما تجيبوا نوع أحلى هيبقى طعمه أحلى. أنا هاخد منه 2 معلقة كبيرة، تمام، معلقتين كبار يعني. تاني مكون معانا وهو سكر بودر. لازم يكون بودر، ما ينفعش حبيبات عشان احنا عايزينه كله يبقى ناعم. تالت مكون معانا وهو بودرة الكريم شانتيه الخام. هناخد برضو منه معلقتين كبار، يبقى كده كلهم معلقتين كبار. اما بقى رابع مكون وهو الكاكاو الخام. طبعا كل ده بقى بالذات لما يبقى نوع احلى هيدي طعم النسكويك احلى واحلى. هناخد منه بقى 3 معالق كبار عشان ده المكون الاساسي معانا برضو. ده بقى باكو فانيليا هنحطه طبعا كله. كل بقى ما يعني تضاعفوا الكمية هتزودوا ايه باكو مثلا من الفانيليا، تمام. بصوا بقى انا هحط بقى من الشيف الحلو ده رشه بس من الملح. عايزه اقول لكم بقى فايده الملح اللي هي بتظهر طعم الحاجه، زي مثلا بنحطها في الكيكات او المعجنات، هي بتخلي الحاجه كده طعمها بارزه، فاهمين قصدي؟ وبيقولوا بعض برضو سنه عن النبي، بس برضو الله اعلم. شفتوا الشيف الحلو الامور ده بقى بعد كده بقى هنخلط المكونات كويس جدا جدا لانهم لازم يتجانسوا مع بعض. بصوا بقى لو لقيتوها مثلا يعني مثلا فيها كلاكيع او مثلا حاجات كده كبيره، ممكن تنخلوه بالمصفى عادي او بالمنخل الصغير. انا بس هيبقى معايا تمام يعني، انا مش هحتاجه، بس طبعا هيبقى افضل لو دخلناه عشان ميبقاش فيه اي تكتلات. طبعا كده انا خلطته كويس جدا. تعالوا بقى نعمل ايه؟ تعالوا نعمل فنجان او كوبايه من النسكويك عشان نشوف شكله عامل ازاي. انا جبت بس هنا فنجان بس مش كبير. ممكن طبعا تحط سكر او لا، انا بحب الحاجه مسكره شويه، لكن اللي مش بيحب ممكن ما يحط السكر. انا هاخد بس معلقه صغيره بس مليانه عشان انا كمان عامله اصلا فنجان صغير يعني. هوريكم كمان بقى دلوقتي البودره بعد ما قلبتها كويس شكلها ناعم ازاي وجميل. بصوا الجمال، بصوا. هاخد بقى معلقه صغيره بس مليانه عشان انا زي ما قلت لكم عامله فنجان صغير. ممكن بقى تحطوا مثلا معلقه ونص او معلقتين عادي براحتكم، او مليت المعلقه الصغيره بس مليانه. ممكن احط هنا معلقه ونص عادي اهو بالشكل ده. هجيب بقى دلوقتي لبن، كوبايه لبن مغلي. انا يعني عايرت المج او الكوبايه على قدها. ممكن تحطوا ميه، بس طبعا الافضل اللبن عشان يبقى القيمه الغذائيه احلى وافضل طبعا. بس في ناس بتحب الحاجه ساده او عندها مثلا حساسيه من اللبن، فمش مشكله عادي يعني. ممكن بقى تعملوا حاجه كمان لو عايزين مثلا ما تقلبوش كتير او مش عايزين اي تكتلات. ممكن تحطوا اللبن والسكر والبودر يعني الكاكاو، تحطوها في طاسه وتقلبوها على النار عشان يعني يدوب اسرع. بس انا اهو تمام معايا، بصوا ده بيبقى زي الفل. وده بقى الشكل النهائي. يا رب تكون الطريقه عجبتكم واكون كنت خايفه على قلبكم انا وكارمن بنت اختي كارمن. ومتنساش بقى في اللايكات والاشتراكات والتعليقات الحلوه منكم. كانت معاكم ايمان مجدي من قناه كوكينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.